بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الفول البلدي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن التسميد في الفول البلدي. معروف ان دايما ما بنهتمش بالتسميد العضوي بالنسبة للفول البلدي. ممكن في الأراضي الجديدة ولكن في الأراضي القديمة أعتقد إن محدش يعني بيحط سماد عضوي. في الأراضي الجديدة أو الصحراوية اللي ممكن تشتغل ري بالتنقيط ممكن يتزرع فيها الفول البلدي. طبعا محدش بيزرع فول بلدي في الري بالرش، لأن الري بالرش طبعا في الآخر هيبهدل لنا القرون وهي بتنشف في الآخر، ممكن يعمل فيها عفان، وعشان كده دايما بيتزرع ري تنقيط. تمام. واحد هيقول لي انا بروي رش، انت حر بقى، انا ما شفتش بصراحه. وبرضه بنقول لحضرتك يا ريت تكمل الفيديو للاخر عشان الامور تبقى واضحه وما تاخدش المعلومه تكون معلومه سطحيه. اول حاجه نتكلم عليها هي التسميد المعدني، وزي ما احنا عارفين التسميد المعدني بيشتمل على العناصر الكبرى والعناصر الصغرى. تمام. بالنسبة للعناصر الصغرى كمل الفيديو للآخر. بالنسبة للعناصر الكبرى في 3 عناصر فيهم بيعتبروا المؤسسين للنبات، وهم التسميد الفوسفاتي، الفوسفور NPK يعني الفوسفور والنيتروجين والبوتاسيوم. تمام. أول حاجة بالنسبة للتسميد ناخد الفوسفاتي الأول عشان هو بيتضاف في الخدمة الأرضية. إما إنك أنت بتزرع بتضيف الفوسفور، طبعا كل حاجة بالاعتدال، يعني ما فيش مغالاة في إن أنا نحط كمية فوسفور عالية فبتعمل لي مشكلة إن هي ممكن توقف لي حال الزنك والحديد والنحاس، او ان انا اقصر فيها وبالتالي الامور عندك نقص الفوسفور هيعمل لي مشاكل بالنسبة للجذور وبالنسبة حتى لعملية التزهير وحتى في الحبوب نفسها، لان القرون او الحبوب بتاعت البقوليات بالذات بتاخد كمية كبيرة او تزيح كمية كبيرة من عنصر الفوسفات الموجود في التربة. تمام. طيب بالنسبة للإضافة بتاعته، إما إنك تضيفها قبل إنك تضيف التسميد الفوسفاتي قبل الزراعة، أو تضيفه قبل العزقة الأولى. ويا ريت التسميد الفوسفاتي لو أنت زرع رز مثلا والأرض بتلاقيها بتبقى ظروف الأرض اللي مزروع رز بتبقى فيها أرض كده يعني مكبوسة أو مضغوطة أو مبلطة بمعنى الفلاحي خالص المصري، فبقى أول عزقة ممكن قبل العزيق بترش السوبر فوسفات بتاعك، ومع العزيق طبعا بتبدأ تعمل له خلط مع التربة، وحذاري من أي سماد كان يتعرض لأشعة الشمس أو العوامل البيئية، إن كان ضوء ولا حرارة ولا حتى إن كان الرياح. تمام. لأن كل العوامل دي بتؤدي إن السماد بيفقد كثير من الأهمية بتاعته مهما كان نوعه يعني. تمام. معدل الإضافة بالنسبة للفوسفات أو الفوسفور طبعا بنحطه في صورة سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي. تمام. طبعا احنا ما عندناش داب، لو في داب في حد غير مصر عنده داب مثلا ممكن نضيفه عادي مفيش مشكلة. معدل الإضافة ممكن حضرتك من 150 من 100 ل 150 لحد 200 كيلو جرام للفدان، مفيش أي مشكل خالص في القصة دي. تمام. خد بالك نقص الفوسفور دايما بيكون معاه الورقة اللي لونها قرمزي او لونها بنفسجي ديت، وخصوصا في الرز بيظهر قوي نقص العنصر الفوسفور. بالنسبة للعنصر الثاني هو عنصر البوتاسيوم، وفي الأراضي القديمة طبعا بيكون الأراضي فيها مستوى عالي من البوتاسيوم زي أراضي الدلتا أو الأراضي القديمة بوجه عام، وممكن لو هتسمد كمية بسيطة 25 كيلو مثلا للفدان بوتاسيوم محبب ممكن تخلطهم برضو في العزقة التانية للفول، او انك انت لو استغنيت. يعني اعتقد الناس كلها ما بتسميتش بوتاسيوم، ولكن ممكن ترش رشتين بوتاسيوم كويس، رش ورقي اثناء التزهير،
وأثناء مرحلة العقد، ودي طبعا بيبقى لها تأثير كويس. وأهم شيء ما تروحش تجيب من شركة تحت السلم. أهم شيء الشركة اللي انت تجيب منها تكون محترمة والبوتاسيوم السائل بتاعها محترم. تمام. بالنسبة للتسميد الأزوتي معروف إن أو النيتروجيني يعني، أو اللي هي اليوريا والنترات والسلفات، يعني سلفات النشادر أو الملح زي ما بنقول. بالنسبة للتسميد الأزوتي معروف يا جماعة إن الفول محصول بقولي. يعني إيه محصول بقولي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى معروف إن الهواء الجوي بيتكون من الأكسجين والنيتروجين. النيتروجين خد بالك وثاني أكسيد الكربون وبخار المية، وإن نسبة النيتروجين في الهواء تقريبا بتساوي 4 أخماس حجم الهواء، يعني تقريبا 79% نيتروجين. فربنا جعل الفول دهون والمحاصيل البقولية لأهمية كبيرة جدا في ان هي بتثبت الأزوت الجوي دهون، على أساس ان يكون بتروح تجيب بكتيريا من معهد البحوث، سواء انت من كفر الشيخ هتلاقي في سيتس او في سخا، هتلاقي في سخا في كفر الشيخ او سيتس او بهتيم او المحطات ديت بتاعت مركز البحوث. هتروح تقول لهم عايزين بكتيريا للفول البلدي، بيديك كيس البكتيريا، بتاخد البكتيريا بتاعتك وبتحاول تخلطها بالتقاوي، بحيث انك بتجيب شوية عسل اسود او صمغ او حتى شوية سكر. تمام. بتدوب سكر معقود كده وبتدوب فيه تحطه على التقاوي، بحيث ان السكر او العسل او الصمغ الهدف منه ان هو يلزق البكتيريا اللي حضرتك بتجيبها ديت، يلزقها لك على التقاوي. تمام. لما بتلقح بالبكتيريا، البكتيريا ديت لما بتنجح فليها القدرة ان هي تثبت لك الازوت الجوي، على اساس انك بس ممكن في الاول بتضيف جرعة تنشيطية كده 25 ل 50 كيلو في مراحل الاولى من الانبات. بعدها الفول بيبقى ظروفه الحمد لله هتكون كويسة معك بإذن الله. حاجة مهمة بس، لما تحط البكتيريا ياريت الري يبقى بعدها مباشرة، بعد الزراعة مباشرة. وانك انت لما تلقح بالبكتيريا ياريت يكون التقاوي حاطينها في مكان مظلل، ما يكونش في الشمس علشان ما تموتش البكتيريا دهيت. تمام. بالنسبة بعد كده للعناصر الصغرى اللي بتشتمل على رأسهم الحديد والمنجنيز والزنك، دول حضرتك ممكن يترشوا. انا ما بفضلش بصراحة، يعني الرشة الاولى ممكن بعد 45 يوم من الزراعة، وطبعا كل اسبوعين المفروض بنرش رش. تمام. يعني بنرش 3 رشات، الرشة الاولى عند 40 ل 45 يوم، الرشة الثانية بعدها باسبوعين، والرشة الثالثة بعد الرشة الثانية باسبوعين، وبكده امورك بتكون كويسة. طبعا يا جماعة بالنسبة للعناصر الصغرى احنا بنفضل بصراحة انا شخصيا ان احنا نرشها، ما نضيفهاش للتربة طالما في صورة ميسرة. اهم شيء ان هي تكون مخصصة للرش. اقول لك بقى ايدتها والايدها، اسأل المهندس اللي موجود عندك عشان يقدر يحدد لك النوعية اللي عنده ايه، وان هي تنفع للرش او تنفع ان هي تضاف في جذور النبات. تمام. ولو عنده ضمير طبعا اكيد هيقول لك على الصح فيه. بالنسبة للري في الفول البلدي المفروض على يعني زي أي نبات كان المفروض يبقى فيه اعتدال في الري. فلا الري الغزير هينفع مع الفول، أكيد هيخنق الجدر تحت والتنفس هيبقى وحش للجذور، وهتلاقي النبات لونه أصفر، وزي ما بيقولوا يعني كده هتلاقي لونه أصفر ومتقزم في الأرض، ولا يصلح أنه هو أساسا يكون فول. تمام. والعطش برضه هيعمل لي نفس الطريقة، لأن لو حصل فيه خلل في عملية الري أكيد النبات بيعمل عملية إسراع في النضج، وبالتالي البذور نفسها ما بيبقاش فيها نضج كويس، والحجم بتاع البذور أو وزنها بيبقى صغير جدا. طبعا طبعا معروف ان محصول الفول اصلا الاقتصادي منه، الجزء الاقتصادي منه هو القرون والحبوب. تمام.
فلو كان في مشكلة في الحبوب، إذا إنك يعني كأنك يا وزيد ما غزيت أساسا، نتيجة إنك عطشت النبات بتاعك، وبالتالي حجم القرون هيبقى صغير، وحجم الثمار كمان أو البذور آسف هتكون صغيرة، وهتكون تلفة، وحتى ما تنفعش لأي حاجة. تمام. وزي ما قلنا برضو عملية الري الغزير هيعمل اصفرار في النبات وتقزم برضو، وان هيرجع النبات بنفس القصة برضو. فالاعتدال كويس، وخير الامور الوسط يعني. تمام. في الأراضي القديمة عادة بيروا الفول البلدي من 35 ل 40 يوم من الزراعة، دي الرية الأولى على حسب برضو نوعية الأرض اللي انت فيها. بعد كده بيروى الرية التانية مع نهاية التزهير وبداية عقد القرون. ممكن يخلص على كده لو نزل شوية مطر ولا حاجة وما نرويش تاني. ولو للأسف الشديد يعني لو الأمور بقى ما نزلش مطر وكده، ممكن نحتاج رية تالتة، وممكن ما نحتاجهاش برضو على حسب الأرض بتاعتك وظروف النبات. تمام. أما بالنسبة طبعا للأراضي الرملية اللي هي ما بتحتفظش بالمية، فممكن كل من 7 ل 10 أيام بنروي ري على حسب برضو طبيعة الأرض. ولا ينصح إطلاقا يا جماعة إن احنا زي القمح بالظبط إن احنا نروي الفول خلال التزهير، يعني لا ينصح بري الفول خلال التزهير أو عند اشتداد سرعة الرياح، دي أكيد فيها مشكلة. أو حتى في وقت ارتفاع درجات الحرارة ما بنأيدش خالص ان احنا نروي الفول، لان ده من شأنه العوامل دي كلها ان هي تعمل لي تساقط البراعم الزهرية. وطبعا ما اعتقدش ان درجة الحرارة اساسا بتعلى الا في اواخر اواخر عمر النبات يعني. تمام. لحد كده تعرفنا على التسميد والري في الفول البلدي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنعمل حلقة لمكافحة الحشائش والمكافحة الآفات الحشرية. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.